السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل متابعيني؟ انا اشكركم الف شكر. انا عارفة ان القناة دي هتكبر بكم، ومتشكرة على كل عمل لايك. يا ريت كل واحد شوفني جديد يعمل لايك عشان يتابعني في الفيديوهات الجديدة. الوقت انا هعمل قرص اللي هي ممكن تفطري منها وتتعشي منها. هوريكم عمايلها ايه. 2 كيلو دقيق، 2 كيلو دقيق، نص كيلو سمنة، 3 علب زبادي، قشطة اللي هي فايدة من اللبن بنقشطها بحوشها، سكر، ملح، خميرة، فانيليا. فانا هنخل الحاجات ديت وهوريكم انا عملت طريقتها ازاي. دقيقة واحدة خليكم معايا، بعمل خطوة خطوة. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الملح، رشة ملح، وادي السكر، و2 فانيليا، وكيس خميرة اهي يا حبايبي. وعندكم ادي السمنة، نص كيلو سمنة. دلوقتي انا حطيت السمنة وهحط القشطة اهي، القشطة اللي بتطلع لي اهي، ودي القشطة اللي انا بلمها من فوق وش اللبن اهي. يبقى كده انا حطيت قشطة والسمنة والخميرة والملح والسكر، وهحط الزبادي اهو. ثلاث علب زبادي. والوقت كده حبايبي هندعكم في بعضهم ونوريكم عمايل القرص. بعد ما عملتها بقت هاي، حطيتها في طبق صغير على قدها وهسيبها بقى تخمر عشان ابقى اوريها لكم وانا بعملها. الوقت رجع لكم يا حبايبي بعد ما العجينه خمرت اهي كده. بصي انا مغطياها من ساعتها فايه خمرت اهي. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هقرصها بقى كده دلوقتي عشان اعملها اهي كده حبايبي اهو. عشان ايه اهو يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ازاي اهو عمايله سهله جدا، عمايل القرص سهله جدا. حاجه نفطر بها طريه كده حلوه مع حته جبنه، مع كوبايه شاي. الوقت يا جماعه، الوقت بعد ما قرصتها كده، قرصتها اهي. فين عملت دي نفس النظام ده، بططتها كده في الصينيه اهي. حبه دول ساده، والوقت انا بعمل الحبه دول حشو جبنه حادقه، جبنه حادقه اللي هي الجبنه المش، الجبنه اللي هي بمش اهي كده اهي. جبتها لكم من اولها لاخرها. دي جبنه مش، فانا عملت حبه ساده من غير اي جبنه ومن غير اي حاجه، وعملت حبه حشو اهو كده اهو. ورجعنا لكم يا حبايبي بعد ما سوينا القرص اهي. يا حلاوه القرص بتاعت ام زياد اهي، وطريه وزي الفل. بصوا طريه خالص ازاي. دي بالجبنه
عملتها بالجبنه ام مش اهي، شايفين يا حبايبي؟ وبصوا طريه خالص ازاي اهي، حاجات طريه وجميله ازاي، وقعرها ولا محروق ولا اي حاجه اهي، زي الكيكه اهي. وهنا بالسكر والسمسم اهي، وقعرها بردك اهي تانية اهو، كله اهو. دي بالسكر والسمسم عشان الاطفال، انا عاملاها عشان احفادي اهي بالسكر والسمسم. وفي هنا ساده بردك، بص طريقه ازاي اهي اهي يا حبايبي، بصوا اهي اسفنج خالص اهي. اللي عاوز يعملها يعملها، ويا رب يكون عجبكم. احسن من الشراء، تروحوا تجيبوا القرصه بقى ب2 جنيه، فدي احسن منها، او ب3 جنيه. طب ما انا اعملهم، اجيب 2 كيلو دقيق على نص كيلو سمنه واعملها، وهتلاقيها طول النهار. ممكن تحطها في الفريزر، يعني ممكن تحطها في اكياس وتحطها في الفريزر على قد فطارك، كل يوم تطلع على قد فطارك منها. ويا رب بقى تعملوا لنا لايك عشان يوصل لكم المتابعه، ويوصل لكم كل جديد من الفيديوهات بتاعتنا. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.